السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خديجة مجنة، موجودة مع مجموعة النساء، هذا الكوكتيل النسائي الرائع من النساء الشجاعات الموجودات على هذا القارب. على فكرة القارب صغير جدا، انتم شايفين انه هذه المساحة التي نتحرك عليها أقل من 3 أمتار، فقط 3 أمتار، موجود عليها 13 امرأة. وأيضا المسافة اللي تحت يمكن ما يسمى بالصالون وهو ليس صالون، يمكن 3 أمتار أيضا، فالمساحة كلها على بعضها فوق وتحت 6 أمتار. فتخيلوا 13 امرأة في 6 أمتار في هذا القارب اللي يتماوج على البحر. أنا بالنسبة لي تعتبر تجربة خارقة للعادة، لأنه أول مرة بحياتي أركب البحر، وأول مرة أتواجد مع يعني في تجربة مثل هذه مع نساء بهذا القدر من الشجاعة ومن التحدي أيضا. تجربة علمتني الكثير رغم قصرها. احنا الآن في اليوم الثالث، يفترض بكرة إن شاء الله بنوصل في اليوم الرابع. علمتني أولا يعني أستلهم الشجاعة من هؤلاء النسوة، وعلى فكرة في منهم صغار بالعمر، يعني اللي تقود السفينة الآن عمرها في العشرينات. الشجاعة أيضا من خلال الكابتن الرئيسي وهي مادلين الأسترالية، اللي فعلا يعني عسكرية في قيادتها للمجموعة وللسفينة. وأيضا أتعلم التقشف، لأنه احنا موجودات في قارب صغير فيه كمية محدودة من المياه وكمية محدودة من الأكل. فعشائنا امبارح وأول أمس وأمس مع كورونا، فتعلمنا أن نتقشف في الأكل، أن نتقشف في المكان، أيضا أن نتقشف في النوم أيضا، لأنه ننام ساعات فقط وأنت حياة وأنا تناوبنا على قيادة أو مشاركة الكابتن قيادة في الليل. حياة أخذت أنت قيادة الزورق من 12 بالليل إلى 4، وأنا أخذت من 4 إلى 8 الصبح. حتى النوم كنا ننام، ما زلنا ننام بالتناوب. فهذه تجربة أنا بالنسبة لي تجربة عظيمة، تحمل رمز التحدي والمساندة لإخواننا في غزة من أجل رفع الحصار عن غزة، ليس فقط عن غزة، لأنه فلسطين كلها محاصرة، رفع الحصار عن فلسطين كلها، وإحضار أو استحضار الضمير العربي والدولي المغيب تماما عن القضية الفلسطينية. شكرا لكم، إلى اللقاء.